اغرب قصه حب في باب الشعريه. في روميو وجولييت، وفي عنتر وعبله، والنهارده ام سيد ورفعت. حكايه غريبه هتسمعوها معايا النهارده من مذيع الحاره. انا لقيت واحده بنت اصول وبتقف جنب جوزها في اي محنه بعدي منها، هي اللي بتعديها لي، وبلاقيها واقفه جنب مني. كفايه اللي هي شايله عيالي بس جوه عينيها، ومحافظه على اسمي ومحافظه على بيتي ومحافظه على عيالي. مفيش اكتر من كده. اما تحبها؟ تلاقي طبعا، واما تلاقي واحده زي دي مستحيل تستغنى عنها. هتلاقي زيها فين؟ ده ولا في المريخ الايام دي. بدعي لها هي كمان اكتر مني، وبدعي اللي هي يبقى يومي قبل يومها. عشرتي الحلو بجد، مش عشان بصور والله، يعني وراني الحلو كله. والله العظيم 3 انا كنت باجي عليا وقت اكلم فيه ربنا، ما بكلمش الا ربنا والله ونعم بالله. بجد. ونعم بالله. شوف بقى ربنا استجاب لي وبعت لحضرتك. ده شرف ليا. ده انا جاي، ده انا اجيلك زاحف والله. يا رب انت يكرمك. ست تشرف، يا رب يكرمك. وولادك جمال، يا رب يكرمك. وجوزك راجل محترم، يا رب يخليك. وبتشتغلي لقمه حلال 12 ساعه واقفه على رجليكي. انت ربنا يعزك ويبارك لك، وربنا يسمع مننا ويبعت لك جريل، يبعت لك قلايه والعمره. يمكن كتير علينا لكن ما يكترش على الملك. ان شاء الله ربنا هيرزقك. يا رب. انت ليه عايزه تعيطي؟ ام سيد اجدع ست في مصر، ربة منزل وزوجة شاطرة وام الاولاد جمال، وفي نفس الوقت واقفة جنب جوزها بتبيع سندوتشات يمكن تقدر تساعده في العيشة. برحب بيك يا ام سيد. اهلا وسهلا حضرتك. عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الكلام الحلو ده؟ اهو سندوتشات كبده وسجق يعني تفتحي من الساعة كام؟ من 3 العصر لغايه الساعه 3 ونص الفجر. 12 ساعة واقفة على رجلي. والله الحمد لله. مبسوطة؟ اهو راضي. 12 ساعة واقفة. وانا بعمل كل حاجه، كل حاجه. بتحب جوزك؟ طبعا. بالنسبة لك الجيران. ايه؟ بالنسبة لك ايه؟ عشرتي الحلو بجد، مش عشان بصور والله، يعني وراني الحلو كله. انت ليه عايزة تعيطي؟ ليه عايزة تعيطي؟ ايه اللي مضايقك طيب؟ قولي. يعني صلى على النبي. قولي لي ايه اللي مضايقك بس. قولي لي، تعالي نحكي للناس ايه اللي مضايقك، واحنا كلنا معاكي وفي ظهرك. قولي لنا ايه اللي مضايقك. عشان والدتي برضك لسه ما بقالهاش 4 اشهر ميتة. الحمد لله. طب نفسك في ايه؟ نفسي اعمل عمره لامي، علشان امي كنت طول ما هي عايشه كنت اقول لها نفسي اطلع بيكي عمره، اطلع بيكي عمره واتوب بيكي كده ما حصلش نصيب. هيحصل والله العظيم. ربك هيسمعك. ارفعي ايدك معايا وقولوا له يا رب، عشان انا امي كانت غلبانه وبحبها ونفسي اطلعها عمره. امي ست شقيانه 59 سنه، ومن قبل ال 59 سنه سندوتشات شغاله مع والدها كانت بتساعده. طلعت من المدرسه وكانت بتصرف على اخواتها وكانت بتعين ابوها، سافرت السعوديه قعدت 15 سنه هناك. شقيانه. ان شاء الله ربنا هيرزقك بالعمره، وتدعي لها انت بنفسك. يا رب يا رب. بجد يا جماعه، اللي يعرفني واللي هيشوفني وعارف ام سيد عارف يعني ايه ام احمد. قبل ام سيد، ام احمد دي كانت الشارع كله من اصغر طفل كلهم بيحبوها. هتطلعي لها عمره باذن الله. يا رب. بتبيع السندوتش بكام بقى؟ خلينا نغير المود. بتبيع السندوتش بكام؟ انا بعمل دايما كانوا مسمين امي بتاعت الغلابه. فاول ما قالت لي افتحي وفتحت، قالت لي امشي بمنطقي، راجل غلبان، راجل عيل اللي يجي لك مع ناقص مش بتقولوش لا امشي ادي، ربنا يبعت لك رزقك. فانا ماشيه بمنطق والدتي. ارخص سندوتش في باب الشعريه كله بكام بقى؟ ببيع السندوتش واحد ب10، السندوتشين الرغيف كامل ب20، واللي معهوش بديله. نفسك في ايه في المحل ده؟ يعني لو دلوقتي ربنا كرمنا وقدرنا نجيب حاجه، او حد يساعد بحاجه، او يجي لك هديه من حد، ايه اللي نفسك تعمل؟ ايه اللي ناقصك في المحل؟ بصراحه انا نفسي في قلايه، نفسي في جريل، نفسي في قلايه وجريل. اه يعني دول لو جولك هتبقي اسعد واحده في الدنيا. طبعا. طبعا. تكمله شغلي طبعا، لاني زي ما بيقولوا فلوس تروح وتيجي، لكن الشغل اللي ضايق. يعني انت عايزه القلايه والجريل عشان
تكملي شغل. بالظبط. نفسي اعمل حاجات كتير بقى، يعني بدل ما بعمل بس كبده وسجق اللي هي شغلانتي والدتي، نفسي اعمل حواوشي، كريب، اعمل همبرجر على بالبيض على الجريل، اعمل حاجات كتير. راضيه؟ الحمد لله. مبسوطه؟ الحمد لله. والله بجد، والله العظيم 3 انا كنت باجي عليا وقت اكلم فيه ربنا، ما بكلمش الا ربنا والله ونعم بالله. بجد. ونعم بالله. شوف بقى ربنا استجاب لي وبعت لي حضرتك. ده شرف ليا، ده انا جاي، ده انا اجيلك زاحف والله. يا رب انت يكرمك. ست تشرف، يا رب يكرمك. وولادك جمال، يا رب يكرمك. وجوزك راجل محترم، يا رب يخليك. وبتشتغلي لقمه حلال 12 ساعه واقفه على رجليكي. انت ربنا يعزك ويبارك لك، وربنا يسمع مننا ويبعت لك جريل، يبعت لك قلايه والعمره. يمكن كتير علينا لكن ما يكترش على الملك. ان شاء الله ربنا هيرزقك. يا رب. مبسوط اني قابلتك. وانا كمان اكتر. سلام عليكم. عليكم السلام.